هلا والله بأحلى متابعين. عمرك شفت حيوانات بتتصرف بذكاء يخليك تقول ايه الدماغ دي؟ في الفيديو ده هتشوف اغرب واذكى تصرفات الحيوانات، مواقف حقيقية ولحظات ذهول ولقطات مش هتصدق ان اللي عملها حيوان مش انسان. بصراحة حيوانات ذكية فوق ما تتخيل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك. انا ابراهيم عودة، صلى على النبي ويلا بينا. الفيديو ده مظبوط قوي، راس نمر على جسم قطة. الراجل ده شكله مجوع السلحفة دي من الجوع يا عيني، بتحاول تاكل في الفولدرات اللي في الشاشة. يا عم أكلها بقى، حرام عليك. بقول لك ايه، مش هتدخلي غير لما ترقص. لو عندك طائر ذكي مش هتقدر تخبي الأكل منه. أعوذ بالله، ده إيه ده؟ تمساح ده ولا إيه؟ أول مرة أشوف حاجة شبه التمساح متعلقة على الحيطة كده. انتبه كثيرا، فقد يكون هذا القط الذي في بيتك شيطان وأنت لا تدري. لاحظوا كده الغراب هنا، تحس إنه بيفكر زينا وبيحاول كمان إزاي يطلع الأكل من المكان الضيق ده، والجميل فعلا إنه بينجح في الآخر. الحمامة دي يا جدعان طلعت حقانية قوي. أنا هاكل السمسم بس وهسيب لك سندوتش البرجر بتاعك، مش مشكلة بقى كله من غير سمسم. يا حلاولو، ده انت تعبان ممثل قوي. خدوا بالكوا برضو الحيوانات بتغير على اصحابها. شوفوا كده الفيديو ده. ايه الجمال ده؟ تخيل بقى الحيوانات طلعوا انضف مننا. شاطر يا صغنن، علمت البني ادم النظافة. ما شاء الله. ولا البني ادم بيحاول يلبس الشورت ازاي زينا؟ لا مش كده يا برنس، كده لبسته غلط. ايوه ارجع عدله تاني. ايوه كده البسه مظبوط. ايوه كده، الله ينور. 再叫一个。 الضفدع من الخوف يا عيني قلب قطة في ثواني. يا لهوي، ده بقى ينونو. من الجوع البقرة دي دخلت لهم البيت علشان تبوس ايديهم علشان يأكلوها. ابوس ايديكم اي اكل هموت من الجوع. عارفين الملاهي اللي بنروح وبنفضل نلطم ونصوت جواها دي؟ اهو اللي قدامكم ده ملاهي بس للطيور، وفعلا نجحوا انهم يعملوها بكل سلاسة. وربنا القط ده عسل. شايفينه بيساعد صاحبته ازاي؟ ماما بابا ماما بابا ركز كده على اللي هيعمله القط الصغير ده. اوعى اركب الهوا. 他已经来你的碗里抢了，等不了了。我的手机啊！去，快起来吧！ خدوا بالكم الحيوانات بتعرف تستمتع بوقتها. بالرغم ان السلحفة دي ماشية بالصورة البطيئة لكن اتزحلقت في الاخر. وهنا بقى مش انت اللي بتلعب بالقط بتاعك، ده القط بتاعك هو اللي بيلعب بيك. يا ابن الجنية. لا وايه، ومركز قوي. لا يا جدعان، البغبغانات وصلت في الذكاء لمرحلة صعبة خالص. ده قاعد بيصطاد السمك بنفسه من الحوض. انتوا متخيلين ايه المنظر ده؟ قال لا يا ابني الايه ده، بيعمل نفس حركتها.
推推推推推推推推推。 يا حبيبي ده مداري نفسه من المطر زينا، حد يا جماعة يديله شمسية. لو ما لقيتش السعادة مع اللي حواليك طز فيهم كلهم واسعد نفسك بنفسك. هي مش بس بتاخد الكور وتحطها في الصندوق عادي، لازم تحط اللون المناسب مع الصندوق المناسب. لا التدريب هنا عالي قوي بصراحة. فاكرين الهامستر اللي كان بيعمل المهمة المستحيلة في الفيديو اللي فات؟ اهو الرسام ده بقى ابن خالته. شكلها بقى عيلة ذكية كلها ولا ايه؟ يا ربي والله لولا اتحرك ما كنت شفته. انا كنت فاكره دبدوب من ضمن الدباديب. لو عايز تتعلم النظام شوف الوز ده ماشي في صف واحد ازاي. ايه يا جدعان في ايه؟ هي الحيوانات بقت منظمة عننا ولا ايه؟ اللي يشوفهم كده يحس انهم رايحين يعملوا مهمة. دي مش طريقة حيوانات خالص. المفروض الكلب ده يخش موسوعة جينيس من أوسع أبوابها. واو. وعندك واحد ماتش احترافي بين العصافير دي. أنا كل ما بعيد الفيديو وبشوفهم وهما بيتخانقوا مع بعض بفطس من الضحك. سبحان من خلق اللطافة والجمال ده فيهم. Thank you. بالرغم من ان الطائر ده مبهدل ظهر الراجل يا عيني، لكن شوفوا الصداقة الجميلة اللي ما بينهم. يا نهار ابيض ده كمان ملبسه خوذة. لو مربي طائر ومش قادر تأكله اعمل زي فكرة الراجل ده بالظبط. يا ابن الايه يا ذكي. سبحان الله الطائر ده ماشي جنبها أكنه بيحميها، وماشي بنفس الدرجة على خطواتها البطيئة، وماشي بنفس الدرجة على خطواتها البطيئة. الحيوان فعلا لما يحب بيته سيبه في أي حتة هيجري رهوان ويرجع لبيته بسرعة. ايه ده وصل فعلا. لو بتحب التطريز ومش عارف تعمله جيب لك 3-4 طيور زي ده وافتح لك مصنع على طول، والله لا تكسبوا دهب من وراهم. الظاهر ان الفيل طلع قلبه كبير زي جسمه ومرضيش يسيب الغزالة دي تغرق قدامه كده عادي. ما شاء الله فضل وراها لغاية ما انقذها. القطط ما يعرفوش حاجة اسمها المستحيل. هناكل يعني هناكل، حتى لو الأكل فين هنجيبه برضه. أنا لو ما كنتش متأكد إن ده دب فعلا كنت افتكرته بني آدم لابس فرو دب. القرد ده شكله كده خلاص زهق وعايز يهرب من المكان. والله لولا شفت الفيديو ما كنتش صدقت. الهامستر ده ولا أكنه رايح يعمل مهمة، عمال يتشعلق ويتنطط على الحيطان لغاية ما القرد ده وصل الناحية التانية. ايه الجمال ده. لو ما كانوش اتحركوا كنت فكرتهم دباديب. بصراحة أنا ما شفتش حنية زي اللي موجودة عند الحيوانات. هو أنا عارف إن الحيتان ذكية وكل حاجة، لكن أول مرة أشوف حوت بيشيش تحت المية. مش خايف على صدرك يا نجم ولا إيه؟ شفت لما اخوك الصغير يشبط فيك وانت خارج علشان يمشي معاك وانت ما ترضاش تاخده؟ بيعمل كده بالظبط. ايه ده؟ معقول بتعزم عليه وتفتكره هياخد فعلا؟
ايه ده؟ اعوذ بالله، ده خد فعلا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ده لا 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 الواد ده مين؟ الواد ده مين؟ الواد ده مين ده؟ لا عادي، ما تستغربوش، هو زهق وحب يلعب باليه شويه. كمل كمل، ده انت ليك مستقبل باهر. يا باشا اوعى ايدك، خلينا اشتغل. قال لا، ده انت قاصد بقى تغلس يا بايع الغلاسه. وهنا بقى لما القط بتاعك يقلب برص ويمشي على الحيطه. يا اخي القطط دول مجانين وممكن يعملوا اي حاجه تضرب في دماغهم. فين ال 15 جنيه اللي عليك؟ عيب يا لمبي، عيب الكلام ده. يضعب ايه يا؟ فين ال 15 جنيه اللي عليك؟ يا لمبي عيب عيب. عيب عيب، وانا بقول لك كلام سكس. فين ال 15 جنيه؟ معيش يا لمبي. معاكش؟ لان انت كده بقى بتعمل عليه فرده وبتتبلطج على يا لهوي، ده مش ذكي بس، ده كمان طلع حرامي. لا بس بصراحة يستاهل انه يكسب. ايه ده؟ انفد لابس شبشب؟ ايه ده يا صلاة العيد؟ يا نهار ابيض، شوف الشبشب قد ايه. شوفوا جمال البغبغان ده، لما بيشوف الطفل ده بيعيط بيجري على طول يقف جنبه ويعمل له اصوات علشان يسكت. ايه الجمال واللطافة دي؟ تفتكروا البغبغان ده بيقول ايه؟ يا حلاوة على الروقان، مشغل فيلم ريو وكمان بيقزقز لب واخر رواقة. يب. حاطين له صدادات في قرونه علشان ما يكسرش حاجة. ده ايه الفكرة الجامدة دي؟ القرد ده عامل زينا بالظبط لما بنغمس البقسماط في الشاي. خد دي بقى علشان توسع من قدامي بعد كده. بقى عادي جدا لما تشوف شمبانزي بيلعب كورة وكمان بيمرقص البني ادمين، وبصراحة ممرمطهم على الاخر. الناس بتجيب قرد عادي علشان يتسلوا ويضحكوا، انا بقى جايب قرد علشان ينظف لي البيت. لا وما شاء الله عليه لهلوبة في الشغل. الزرافة مش بس رقبتها طويلة، لا لا لا، ده لسانها طلع طويل جدا. يا نهار ابيض، ده تعبان مش لسان. بجد انا اول مرة اشوف حيوان المدرع متربي في البيت كده، بس طلع كيوت قوي. ده رد فعل اخوك الصغير وهو بيذاكر بالظبط. ممكن يعمل اي حاجة في الدنيا على انه يذاكر. سبحان الله، اكنهم زينا بالظبط. وهنا بقى لما تبقى مزنوق وعايز تخش الحمام بسرعة وفي واحد جوه وقافل الباب.
وهذا شيء بيسوي ابتسامه. بالله شوفنا ابتسامه مالتك سويتين سنونك، شوف شلون بيض. اخر واحد يشكرني يطلع فوق وجوه يلعب مع ابتسامه ولا بلاش. بقالهم شوية مش عارفين يطفوا النار، الحوت خلص لهم الحكاية في ثواني. يا ابن الايه، وكمان بيضحك عليهم. والله من جمالهم تحس طريقتهم كده زي البني ادمين. اجمل صداقة في الدنيا هي الصداقة مع الحيوانات. You see the donkey? الواحد بيشوف الفيديوهات دي ما بيقولش غير سبحان الله. شايفين القطة ازاي بتقول لها تعالي كلي وبتطبطب عليها؟ سبحان الخالق فعلا. القرد ده بيفكركم بمين بالظبط؟ بصراحة كلنا بنفضل ماسكين الموبايل، نفضل نقلب 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 لغاية ما ننام. أوفى الكائنات على الكوكب هم الكلاب. شايفين الكلب ده بيحب صاحبته قد إيه؟ وشال عنها الخشبة على طول علشان ما تتعبش. يا حلاوتكم وانتوا فرحانين زي العيال الصغيرة كده وبتنططوا في البالونة. وده لما تكون مطبق في الشغل يومين وما نمتش. وده يثبت لك ان مش شرط تكون قوي، كفاية ان عندك حاجة تستاهل انك تحارب علشانها. مين قال ان الحيوانات ما بتفهمش ومش بتحس ببعض؟ الحصان لما شاف الحمام جعان على طول اتصرف واكلهم. يا عم قلت لك ما بحبش العلف، انت مصمم؟ طب اهو. ايه البني ادمين الغلسه دي على الصبح؟ لو قربت مني الطبق ده تاني هرشقه في دماغك. عمرك شفت بغبغان بيغني؟ اهو قدامك اهو. Look at this distinguished gentleman. Look at the way he is sitting. Yes, very distinguished. السمكة دي وهي فاتحة بقها عاملة زي الناس اللي بيغنوا في الأوبرا. النورس حرامي من الدرجة الأولى، بيخش ياخد اللي هو عايزه وبيطير في ثواني. لو أخدتوا بالكم هتلاقوا الحيوانات الصغيرة رد فعلهم زي الأطفال بتوعنا بالظبط. It's the final brain cell. Nino, 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 nino. يا عين الكلب من الزهق مش عارف يطلع طاقته فين، فمسك البيت غسيل ومكوى وفضل ينظف فيه. Meow. Oh my gosh, look at you. الراجل ده أكل غزالة جريت على طول راحت جابت العيلة كلها. يا خرب بيتك يا رشدي.
لو ما عندكش أصحاب، أحسن اختيار في الدنيا إنك تصاحب حيوان. إيه ده بتبصلي كده ليه؟ في حاجة يابا؟ لا مفيش حاجة، خد. لا عادي يا شباب، ده سحلية بس بتلعب شوية ضغط. عاش يا وحش. ما تعرفش السحلية دي قاعدة بتفكر في مستقبلها، ولا بتتصنت على الناس اللي حواليها، ولا بتعمل ايه؟ Midnight, are you cleaning the table? ايه ده؟ الله، ايه ده في ايه؟ ايه يا كابتن شيل ايدك؟ قال لا 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 يا عم شيل ايدك، ايه البني ادمين دي؟ This is gonna go famous on TikTok. Oh my god! No. Oh my goodness. Давай. من الواضح ان القطة دي بتغير عليك ومش طايقة مراتك خالص. وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة. نتمنى لكم جميعا نوما هانئا. تفتكروا هتنجح وهتعرف تنزل مية وتشرب في الآخر؟ تفتكروا يا جماعة دول حصينة فعلا ولا جن؟ لأن راح عليهم وبيسلم، طلع بيسلم عادي جدا. قلت مش مشكلة عادي صدفة، راح للتاني بيسلم عليه برضه سلم عليه.